تخيل معايا كان واحد الحكم مكتوب عليك: مرض، فقر، تاخر، حزن، ولكن بدعاء واحد مع وحده في وسط الليل كلشي كيتبدل. السؤال ديال بصح، واش بصح الدعاء كيبدل القدر؟ اليوم نجاوبك جواب كيبدل الشوفة تاعك للحياة كامل. القدر هو علم الله السابق بكل ما يوقع بالدقة. الله سبحانه وتعالى عرف كل حاجة قبل ما توقع، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة القمر آية 49: إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني كل شيء محسوب. ولكن واحد السؤال: واش القدر فيه جوج الأنواع ولا واحد النوع؟ القدر فيه جوج الأنواع، كاين فيه قدر محتوم وقدر معلق. القدر المحتوم هو ما كيتبدلش، محتوم وبحفال، ومثلا بحال وقت الموت شكون والديك، فين تزاديتي. النوع الثاني هو القدر المعلق، وهذا هو السر الخطير. هذا القدر مربوط بالاسباب، ومن اعظم الاسباب الدعاء. دليل القاطع تاع هذا الشيء بالدعاء كيبدل القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء. يعني شنو؟ يعني كاين قضاء ولكن الدعاء كيوقفوا وكيبدلوا. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ماشي اجتهاد ولا شي حاجة. دابا شي واحد يقول لك هادشي كيتعارض مع علم تاع الله، اش كتقول؟ الله سبحانه وتعالى عارف انك غادي تدعي، وعارف النتيجة ديال الدعاء وكتبها من قبل. يعني كتب البلاء وكتب الدعاء وكتب رفع البلاء بالدعاء. كل شيء داخل في القدر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نفر من قدر الله الى قدر الله. نعطيكم واحد القصة زوينة كتقيس القلب. سيدنا يونس، معروفة القصة تاعو. يونس كان في داخل البطن تاع الحوت، الظلام، موت، النهاية، ولكن قال: لا اله الا انت سبحانك ربي اني كنت من الظالمين. هذا دعاء وعمر ما يأس منه. اشنو وقع؟ الله كيقول من بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الدعاء بدل المصير ديالو من الموت للنجاة. الدعاء ماشي غير طلب، راه عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يعني ملي كتدعي كتعلن ضعفك، كتعلن انك محتاج، وكتعترف بقدرة الله، وهذا اعظم حاجة عند الله. دابا كاين شي وحدين كيدعيو بزاف، ولكن علاش ما كيتقبلش؟ علاش ما كيتبدل والو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يعني ما تقولش دعيت وما وقع والو، ما تحبطش. كاين ثلاثه اجوبه ديال الدعاء: اولا انه يعطيك الله شنو طلبتي، ثانيا انه يأخر لك الوقت حسن، ثالثا انه يصرف عليك بها بلاء اخطر وانت ما عارفش شنو غيجيك. الدعاء تاع الثلث الاخر من الليل سلاح قوي، تقريبا ساعة ساعتين قبل الفجر. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات آية 18: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. في ذاك الوقت الدعاء أقرب، القلب أصدق، التغيير أسرع. الدعاء ما كاينش أنك ضعيف، ماشي هضرة خاوية، ماشي غير عادة. الدعاء مفتاح القدر، سلاح المؤمن، وسبب حقيقي التغيير. الا كنتي في حزن دعي، الا كنتي ضايع دعي، الا كنتي باغي تغير دعي. يمكن ما تقدرش تغير كل شيء، ولكن تقدر تغير كل شيء بدعاء صادق لله. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.